بين الحقيقة والمواطنة. أدعو السلطات الجزائرية إلى تبني مقاربة الفاتورة والتسعيرة في تقديمها للمواد المدعمة أو الخدمة المدعمة. على سبيل المثال، تسعيرة الوقود 97 دينار، التكلفة الحقيقية 120 دينار جزائري، تسعيرة الكهرباء 7.4 دينار جزائري للكيلوواط الساعي، التكلفة 16 دينار جزائري، العلاج في المستشفى العمومي 100 دينار جزائري، والتكلفة قد تكون بالملايين. وعند حصول المواطن على كل سلعة مدعمة بتسعيرتها المقننة على الأقل، تكون لديه نظرة عن التكلفة الحقيقية، فيعرف قيمته وقيمة الحفاظ على هذه النعمة التي لا يمكن نكرانها. هذه المعلومة مهمة سلوكيا مستقبلا في حالة العمل على تصحيح منظومة الدعم وتصحيح الأسعار تدريجيا، كما أنها ستساهم في قبول الإصلاحات رغم صعوبتها. آن الأوان أن نصارح الشعب بقدراتنا المالية وقدراتنا على تحمل أعباء الدعم بهذه الطريقة الفوضوية، ثم نوجه الدعم لمستحقيه. وعلى سبيل المثال، أن يستفيد من دعم الوقود كل من يمتلك سيارة أجرة أو وسيلة لنقل البضائع أو وسيلة فلاحية، لكن لن يستفيد منه شاب يتسكع أمام الجامعات ليفرد ريشه كالطاووس على حساب الخزينة العمومية.